إسلاميكو. عسلامة ومرحبا بكم. كما وعدناكم مستمعينا في فقرة اليوم من إسلاميكو باش نواصلوا في موضوع عقد المرابحة، وباش نركزوا خاصة على أكثر النقاط المثيرة للجدل في العقد هذا. برشا ناس تظهر لها أنه المرابحة كيفها كيف قرض بفايدة، وتقول شنو الفرق بين بنك يسلفني فلوس وإلا مصرف يشري لي سلعة ويعاود بحالي، وتقول زادة تياهو المصرف باش ياخو ربح في عقد المرابحة، والربح هذا كيف وكيف الفايدة. الكلام هذا مش صحيح، وهو ناتج عن مقارنة سطحية لهزوز منتجات واللي هما في الواقع بعاد كل البعد عن بعضهم. باش نوضحوا المسألة هذه هيت نشوفوا مع مصعب الفرق بين المرابحة والقرض. الفرق بين القرض والمرابحة مستمعين هو كما الفرق بين السلف والتجارة. المرابحة هي تجارة، يشري المصرف سلعة ويبيعها بسومها زاد عليه الربح، يعني كي تشتري سلعة ب5 وتبيعها ب7، العملية هذه ما فيها حتى إشكالية شرعية. أما القرض كيف وكيف السلفة، يعني كي تسلف 5 وتسترجعهم 7، هذا ربا محرم لقوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا. فرق آخر كبير بين القرض والمرابحة، في القرض ما يطلع رابح كان المقرض ويبقى المتسلف هو المهدد الوحيد في معاملته. أما المرابحة بحكم إنها تجارة فهي مرتبطة بالاقتصاد الفعلي، وتخلي الدورة الاقتصادية والمالية مرتبطين ببعضهم، وهكا النفع يعم على المجتمع الكل. المسألة هذه حكاوا عليه خبراء الاقتصاد بالكدا، وبينوا إنه الفجوة بين الدورة الاقتصادية والدورة المالية لازم باش توفى بأزمات اقتصادية، انهيار كبير لبرشا مؤسسات، وركود للاقتصاد العالمي، وهذا اللي صار في آخر الأزمة المالية العالمية. هكا عرفنا الفرق بين المرابحة والقرض. هات نعرفوا معاك ياسمين شنو الفرق بين الربح والفايدة. فرق كبير بين الفايدة اللي هي ربا وبين الربح. الفايدة هي زيادة على القرض تتحسب مع مرور الوقت من غير ما يتحمل فيه صاحبه حتى مخاطر. أما الربح اللي يجي من البيع هو ناتج عن عملية تجارية ويمثل مقابل تحمل صاحبه مخاطر الملكية وأتعابه والجهد نتاعو. في الحالة الأولانية فما فلوس ولدت فلوس، والمقرض هنا كما يقولوا داخل في الربح وخارج من الخسارة. أما في الحالة الثانية الوضعية تفرق، فما فلوس حركة اقتصاد وتجر بها المصرف وشرى بها سلعة وتحمل مخاطر السلعة هذه، وهوني المصرف داخل في الربح كما يتحمل زيادة الخسارة. وهذه النقطة الفاصلة بين الربح والفايدة، وهنا تتجلى الحكمة في تحريم الربا اللي ما يستنفع منه كان المقرض، واللي ما يرجع بحتى فايدة على الدورة الاقتصادية، بل بالعكس عويد ويسر وخيمة على المجتمع. هكا نكونوا عرفنا الفرق بين المرابحة والقرض وبين الربح والفايدة، وتأكدنا اللي هما بعاد كل البعد على بعضهم. أما تو باش نحكيو على الحريف في صورة ما يخلص الأقساط اللي عليه، ونشوفوا وضعيته في المصرف الإسلامي وفي البنك التقليدي. زعما نفس الوضعية مصعب وإلا تختلف؟ كيف يتأخر الحريف على سداد الأقساط، المصرف الإسلامي قبل ما يقوم بحتى إجراءات لازم يتحرى ويعرف إذا الحريف معسر ولا مماطل. ايش معنى هالكلام؟ الحريف المعسر هو الحريف اللي تعرض لمشاكل مادية خليته غير قادر إنه يخلص أقساطه. لهنا من واجب المصرف الإسلامي إنه يراعي ظروف الحريف ويصبر عليه، وهذا من أحكام الشريعة الإسلامية بدليل قوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. أما إذا طلع الحريف مماطل، يعني قدرته المادية تسمح له إنه يخلص أم يماطل في الخلاص، لهنا الحريف ما عنده حتى عذر، وفي الحالة المصرف الإسلامي من حقه يتخذ الإجراءات صارمة، ينجم يلتجأ للقضاء باش يرجع فلوسه، ولا عنده الحق يطالب بسداد أقساط الكل. وأكثر الطرق المعمول بها في الحالة هذه هي فرض غرامة مالية. الغرامة هذه ما تتصبش في خزينة المصرف، ولكن تتصرف في أوجه الخير. هكا نكونوا وصلنا لختام فقرة اليوم من إسلاميكو. إن شاء الله حصت الفائدة. لقاءنا يتجدد غدوة في نفس الموعد. كان معاكم مصعب رباحي وياسمين بن ضوء، في أمان الله.